بالنسبه لاحمد السعداني انا شلت شنط ابوه كتير في سفر، يعني هو ما عملش حاجه جامده ولا حاجه. واحمد انا طبعا بحبه وبحب كل ولاد زمايلي. يعني الاستاذ صلاح السعداني كان طبعا استاذي وصديق عزيز، وكنا بنعمل غير الموضوع شويه، سمحتوا يعني ولا نتكلم في صلاح السعداني شويه؟ طبعا. طيب ماشي. كنا بنعمل الثلاثيه في دبي، وهو كان مشهور بانه يعني بيحفظ بسرعه قوي قوي. يعني احنا نحفظ في الاوتيل ونذاكر وبتاع، وهو كان الاستوديوهات في دبي كانت اوضه كبيره للرجاله واوضه كبيره للستات، مش زي الدلع اللي احنا بندلعه دلوقتي، بنجيبوا كل واحد كربان، وفي بعض الممثلين يقول لك انا عايز كربان ليا والمساعد بتاعي وحاجه يعني. فكان اروح انا والاستاذ صلاح للوكيشن، انا كنت بعمل فاهم عن جواد، وكان الاستاذ صلاح بيعمل الله يرحمه ويسلمه. فالاقيه يقول لي حافظ ابو غيره المشهد، اقول له تقول لي ضحك، تقول لي انا ما شفتوش وما مش فاكر هو بيتكلم في ايه. اقول له طب يا استاذ يلا، يقول لي طب ناولني. انا بكرر شكري مع الوزيره، بكرر شكري للاستاذ محمد السعدي وكل زمايلي.